ما فرق عليها هذا الشكل ان شاء الله راح يصير زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا شباب مثل ما تشوفون عندي هاي الدجاجة مثل راسها، شوف راسها شلون ماكول، شوف شلون راسها ماكول، شوف شباب مثل ما تشوفون عندي هاي الدجاجة خطية راسها ماكول، شوف شلون راسها ماكول، شوف ما اعرف شنو يعارها من راسها ومخلي راسها يصير بهذا الشكل. فحاليا راح نحاول ان شاء الله نعالجها. خلنا نلزمها لحظة. شوف خطية راسها شلون صاير، شوف خطية، شوف اللحماية كلها مشلوعة. فهسه ان شاء الله راح نحاول نعالجها ونشوفها ان شاء الله تصير زينة. فتابعوا هذا الفيديو. طبعا شباب جبت لها هذا الطوز. هذا الطوز هو يعالج الجروح اللي بالطيور. مجرد خليها الطير بعدها الطير ان شاء الله راح يصير زين. هسه راح نحاول نلزم هاي الدجاجه حتى ان شاء الله نعالجها خطيه مثل ما تشوفون شلون متعوره. داحشه راسها شلون متعور راسها خطيه. فان شاء الله هسه راح نلزمها ونعالجها. شوف خطيه راسها شلون متعور. فتعالوا وياي خلينا نروح ان شاء الله نعالجها. شباب مثل ما تشوفون طبعا هاي خطيه، شوف شلون راسي شلون مشلوعه الحمايه، شوف شلون الا العظم مبين. فجبنا حاليا هاي الطوز، تمام. هاي الطوز تروح على البيطار او تقول له اريد طوز مال جروح مال طيور، تمام. راح نعطيك هذا الطوز هذا مجرد تخلي على الجرح، بعدها الجرح ان شاء الله راح يطيب. فاحنا حاليا بعد ما فرغنا من هاي القوطيه بهاي نونه، نجيب هنا نخليها بهاي الصفحه. طيب تلزم دجاجه بهذا الشكل، بعدها تلزم راسها وتجيب الطوز هنا تفرق عليها. قرب شويه حتى صورتها تلزمها بهذا الشكل، وان شاء الله راح تصير زينه. فرغ ايدك، فرغ اسم فرغ. طبعا شباب مثل ما تشوفون حاليا بعد ما حطينا هاي الطوز لهاي الدجاجة حاليا صارت بهذا الشكل، وان شاء الله حاليا راح تصير زينة، تمام. حاليا ان شاء الله راح تصير زينة. هسه راح نحلها ونخليها تروح. حطينا هاي الطوز لها، يا الله. شباب مثل ما تشوفون هاي الدجاجة حاليا عالجناها. حاليا بعد ما حطينا لها طوز صارت بهذا الشكل. هسه ان شاء الله ننتظرها اسبوع او 3 ايام وان شاء الله راح تصير زينه. فشباب اذا عجبكم هذا الفيديو اتمنى تخلوا لايك وتشتركون بهاي القناه حتى نستمر بنشر هيك فيديوهات. والسلام عليكم.